الفيلر دهون سيليكون بوتوكس وغيرهم كتار من المواد اللي بتستخدم كمواد للتجميل. ماذا عن تكبير الشفايف وشو هي المادة المستخدمة؟ رح نعرف مباشرة من الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل اللي هو بضيافتنا بختام هذه الحلقة. مساء الخير دكتور رامي. أهلا وسهلا فيك واشتقنا لك كثير. والله وانتوا أكتر. وبدنا نرحب كمان بدينا المتطوعة لتكبر شفافها. أنا شايفة شفافها حلوين دكتور. هي شفايفها فعلا متناسقة لحد ما معاها، بس محتاجة شوية لمسة إضافية. وهنتكلم احنا على المقاسات لسه ايه اللي هي محتاجاه كمان بالظبط يعني. نعم، أول سؤال بيتبادر للذهن، نحن ذكرنا عدة مواد دكتور. شو المادة المستخدمة اللي بتنحقن بالشفايف؟ طيب هو كويس طبعا. أول حاجة لازم نبقى فاهمين إن الفيلر هي مادة مالئة جاية من كلمة فيل، فبالتالي لازم المادة المالئة دي تكون مادة آمنة تماما. اللي بنحقنه دلوقتي ودي أشهر حاجة على مستوى العالم، المادة الفعالة اسمها الهيالورونيك أسيد. اللي هنحقنه لها حاجة اسمها تيزيالكيس which من أحسن الأنواع اللي بتتم للشفايف. الهيالورونيك أسيد دي مادة بتدخل في تكوين أنسجتنا كلها، فبالتالي هي مادة طبيعية بيسموها بايوديجريدبل، يعني بتتكسر بعد وقت معين وبيروح تأثيرها، وهو ده المهم. ومهم جدا برضو دايما واحنا معاكي في البرنامج نوصل رسالة مهمة قوي للناس. يا جماعة أي مادة مالئة دائمة ده غلط. الأفضل لا. أفضل لا، أو غير مرخصة دوليا منظمة الصحة العالمية، فبالتالي بتعمل مشاكل كتير جدا. وشفنا أخطاء بالسابق شو عملت وبعدها لهلا مكملة معنا ومجازر للأسف بيحصل فيها مشاكل كتير، وللأسف الكويس موجود كتير بس هو الناس مش فاهمة ليه، وده دورنا احنا دلوقتي. هو لما يتقال لهم انها مادة هتفضل معاكي طول العمر فبتتبسط قوي وتروح وتجري عليها، انه راح بتوفر على المدى البعيد. لكن الفكرة ان احنا لما بنيجي نحقن مادة مالئة وتبقى مرخصة دوليا هتدي ميزة الامتلاء، وفي نفس الوقت هي بتحسن طبيعة الجلد نفسه أو البشرة أو المنطقة اللي بتتحقن عشان بتعملها هيدريشن ترطيب. وبكل بساطة دكتور رامي ما عجبتها النتيجة ما في يعني ما بتقدر تندم. صح. لأنه رح تعرف بعد فترة قصيرة رح بتدوب ولحتى ترجع تختار شكل آخر. وفي حاجة أكتر من كده، أنت عارفة في مادة كمان تانية ممكن تتحقن ليها تدوبها على طول. هو اسمه هيالورونيك أسيد، وفي مادة بتدوب اسمها هيالورونيديز انزيم. كمان ممكن يعمل لها دي حاجة يعني. إذا في حال كانت النتيجة بالظبط غير لو هي زيادة مثلا. نحن عندنا عدة نماذج لشفايف. فيها سيدة تفوت تقول لك أنا بدي الأنجليك مثلا دكتور. صحيح. ولا حسب الوجه وتقسيمه. بصي احنا طبعا هنقول دلوقتي هنمر عليها كده بسرعة الأشكال إيه، وبعد كده نستفيد أكتر في الشكل الأيديال أو المثالي بيبقى عامل إزاي. احنا عندنا أول واحدة دي عبارة اللي هي الكلاسيكية خالص، اللي بيكون الأبعاد متناسقة ودقيقة جدا مع ملامح الوجه، ودي أكتر حاجة هنتكلم عليها دلوقتي تفصيليا. بعد كده يجي الروبينا دي اللي هي عاملة زي عارفة حتة الياقوت، هي جاية من الحتة دي. فهنا بيبقى في امتلاء فيها أكتر شوية، بس ده الماكسيمم. أكتر من كده هيبقى الشكل غريب. فده بيناسب ناس كتير، وبالذات اللي عندهم البعد من الأنف لغاية الدقن كبير، فبيبقى ده مناسب أكتر بالنسبة لهم. يجي بعد كده اللي هو الكيويد نفسه ده، عارفة هو جاي ده أكتر واحد رير نادر، وهو فيري سيمبل. بيجي بنات بيكون أصلا صغيرين أصلا بيكون عندهم أكتر. طبعا ده بيبقى برضو بالنسبة للناس حاجة كويسة، بس لازم يكون ملامحهم دقيقة جدا عشان نعمل حاجة زي دي. نعم. يجي بعد كده البير اللي هي زي اللي عارفة المحارة نفسها. بنهتم بالشفة التحتانية، ودي بتبقى حتى كمان يعني عرضها كبير شويه، فبنهتم ايه بالعرض الشفه التحتانيه، ودي بتدي الشكل اللي هو البيرل ده بتاع اللؤلؤه. يجي بقى اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها اللي هي الهوليوود. هوليوود دي علشان يبقى فيها امتلاء كبير، وبنهتم قوي هنا بالشفه الفوقانيه شويه، بتكبر اكتر. بتكبر اكتر. بس بيجي على اخر حاجه الانجليك دي، وهي بتبقى مقاييسها صغيره جدا، وفي نفس الوقت بنهتم بيها بالشفه الفوقانيه، بس مقاييس بتكون محدوده برضه وكانه شوية. على الكونتور على الدائر اكتر. بالظبط كده. صح. بيصير الشغل على الدائر. اذا بدنا نحكي كمقاييس تناسب، واختيارنا بده يكون حسب مقاسات وجهنا، شو بيتلائم معنا دكتور؟ اول حاجه احنا عاوزين ناخد، لو شايفين دلوقتي عندنا يعني منظر جميل جدا لواحده متناسق ملامحها تماما. عندنا العين شايفه النني، لو خدنا خط طولي نازل فيرتيكال كده، والناحيه الثانيه برضو لازم يمر على الزاويه بتاعه الفم كده، معناها ان العرض بتاع الشفايف متناسق جدا. حاجه ثانيه لو نزلنا بخط كده من عند الفم وفيرتيكال نازل لتحت، لازم اليمين يبقى زي الشمال بالظبط. تمام. ولو قارنا الشفه الفوقانيه بالشفه التحتانيه لازم يكونوا الاثنين متقاربين في السايز، واللي تحت تزيد تبقى مره ونص قد اللي فوق. هيدا اللي بدي اقوله، انه شو بشع نلاقي الشفه الفوقانيه اكبر كتير من التحتانيه. بالظبط. ده ناس كتير للاسف دلوقتي والداك سمايل والكلام ده كله بيخليهم يهتموا بالفوقانيه، وده مش جمالي خالص.
نخش بعد كده ان احنا لازم نبقى فاهمين ان الخط نفسه يكون ويل ديفايند، يعني الخط نفسه اللي راسم للشفايف لازم يكون ظاهر جدا. لازم تكون الشفايف نفسها ممتلئه كويس، وفي نفس الوقت الجزء الوسطاني منها يكون ممتلئ اكتر. نعم. تمام. لازم يكون بالنسبه لنا الجلد اللي بيحوط الشفايف يبقى سموث وما فيهوش الخطوط اللي بتبقى بتظهر ساعات مع تقدم السن. برضو حاجه مهمه جدا ان الانجلز نفسها، الزوايا تكون يا اما ماشيه هوريزونتال او كيرفد لفوق شويه، ما تبقاش نازله لتحت. لو نزل تحت بتدي شويه كده عارفه حزن سن، فطبعا لازم ده برضو نهتم بيه. حاجتين مهمين جدا واهم حاجات بنتكلم عليها، شايفه الخطين اللي في الجلد نعم هنا دول اللي هو الفلترم ده لازم يكون واضح ومرسوم. اوكي. فده بالتالي ده بيدي شكل شبابي قوي. الحاجه الاخيره برضو مهمه قوي في الشكل اللي هو الحرف الفي ده اللي بيسموه الكيوبيد او الكيوبيد بو، لازم يبقى غائر وواضح جدا عشان يدي رسمه الشفايف مثل رسمه القلب يعني. دكتور دكتور اللي كمان رسمه تم انجلينا جولي كثير هلا مطلوبه من الصبايا بالهوليوود، حتى الشفه المفتوحه من يعني كمان عم تنعمل بواسطه التجميل، بتتعمل طبعا كمان بالفيلر. بس هو الفكره لازم نفرق ما بين المقاييس الايديال اللي احنا كنا بنتكلم عليها واللي بقى مطلوب دلوقتي نتيجه الميديا والموضه والكلام ده كله. وده اللي احنا بنقول عليه برضو في الاشكال دي مش كلها خاضعه للشكل الجمالي، دي اشكال كلها موجوده اكتر حاجه تناسب الشخص. صح. لكن في الاخر نرجع للكلاسيك، ده اهم حاجه. وبالذات الستات مثلا بتكبر في السن عاوزين نرجعها لشكل يعني شبابي كويس. يبقى لازم نهتم بالكلاسيك، الشكل الكلاسيكي. اوكي رح نبتدي مباشره بالشغل نبتدي دلوقتي مع دينا. ودينا حط لك مخدر صح؟ حطينا مخدر. انت هيدي اول مره؟ اول مره. عطلاني هم؟ خايفه شوي؟ لا في قلق؟ عادي. ما في قلق. حديناها كميه مخدر كبيره ومرتين كمان يعني عشان هي تبقى مرتاحه. دكتور هو الشغل بيكون على دائره الشفه ولا كمان تحقن داخل الشفه؟ بالظبط. هو ده احنا هنبينه قوي واحنا شغالين، ان احنا في حاجتين مهمين قوي للشفايف. اول حاجه اسمها الكونتورنج، ان احنا عاوزين نرسم الابعاد الخارجيه، وبعدين عاوزين نعمل لها بالكينج او فيلومايزنج ان احنا نزود الحجم، وده لازم يبقى داخليا. بالنسبه لدينا دلوقتي احنا عاوزين نعمل فاين تاتش، وانا جدا مع سياسه ان احنا لما نحقن اول مره ما نحقنش زياده، نحقن اول مره بكميه معتدله جدا، وبعدين نعمل سكند تاتش بعد اسبوع لو حبينا نزود زياده. صح. هلا مثلا مثل دينا وجهها كثير ناعم، ما هي صحيح. يعني منا بحاجه لتكون مكبره كثير، منخاره، انفها كثير صغير. هي ملامحها دقيقه جدا، بس يعني هي ما شاء الله عينيها واسعه، وده بيدينا فرصه ان احنا ممكن نكبر الشفايف شويه. اوكي تمام. هنبتدي دلوقتي اول حاجه عم تحط دلوقتي السيرنج معانا، ولازم دايما المريض او المريضه تسال الدكتور انه مصدر الماده طبعا كثير مهم. ده مهم جدا، وده اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه. صح. عم انا كتير قوي بديهم البروشور نفسه بتاع السيرنج وهي ماشيه عشان تبقى عارفه ليتر اون زي هي مثلا سافرت بره حبت تعمل اي حاجه. هو ده كريم شويه مرطب بس الاول، ان هي عندها شويه جفاف كده في الشفايف، وده يهمني واحنا شغالين. اوكي بيساعدك بالشغل. بالظبط كده. عم نشوف كثير هلا مثل ما كنا عم نحكي مشاكل بالشفايف دكتور رامي، يعني بنشوف في جلاجيل بيطلع، جلاجيل اللي هي زي كلاكيع عندنا. ايه كلاكيع جلاجيل بتبقى الشفه مثل العجيبه يعني صح. فيها. وهو ده عيب الماده طبعا، الماده مش طريقه الوضع. اول حاجه الماده، بعد كده ان احنا لازم بعد ما بنحقن نعمل تدليك، وهنعمله دلوقتي مساج للمنطقه، وده مهم جدا بالنسبه لنا حتى الماده تنتشر طبعا تتوزع. لازم ان احنا بيكون الماده احنا في اماكن معينه بندخل منها عشان نعمل الحقن، ونساعد بعد كده بالمساج انها تنتشر بالاتجاه اللي احنا عايزينه. يلا جود لك دينا. يلا هنرفع راسنا كده شويه دينا. ايوه اوكي. احنا دلوقتي عاوزين نهتم قوي بالمنطقه الاماميه واللي كمان في الشفه الفوقانيه، فاحنا يهمنا دايما الجزء اللي هو الميدل 2/3. اوكي. وتحت بيعرض شويه اكتر معانا المسافه، فاحنا هنا اول حاجه هندينا بس حاجه، خدي نفس كده شاطره بس شاطره بس كده. اوكي. نبتدي نحقن شويه، بنهتم جدا بالكميه اللي احنا بنحقنها، وبدها تكون بشكل متساوي، يعني كل جهه بدها تكون متساويه مع الجهه الثانيه. صح كده، حتى ما نلاقي شفه كبيره وشفه اوطى. ايوه صح. طبعا احنا دلوقتي لازم نعمل المساج ده، مهم في اول تايم عشان بعد وقت شويه الماده بتثبت. نعم. فاحنا لازم نعمل المساج immediate بعديها.
وفي الاخر برضو بنعمل تاني. اوكي معلش هناخد نفس تاني. اوكي خدي نفس. هيدي للجهه الثانيه عشان عم نشوف. بس اوكي. هي فيها مثل نكزه هيك شوي. اها مش الحل دينا؟ اوكي صح. نضغط شويه، ممكن نحط الايس كده. اوكي حطيها عليها كده سنه. وحلو حطيتها على موديل الشفه دكتور. الثلج يعني بتتوقع شو ناطرها. بس اشيلك بعد اذنك عشان كده. طبعا احنا لازم عارفين ان الشفايف مختلفه شويه عن الجلد، ان بنسميها هايلي فاسكولار، يعني بيكون فيها شعيرات دمويه كتير، فلازم البن نفسها النقطه اللي هندخل منها متوقع شويه ينزل بعض النقط منها. اوكي دكتور، نحن اللي عم تعملها هي لدينا من اي احنا احنا دلوقتي بنعمل الكلاسيك الفوقاني يعني الكلاسيك، اول واحد، وممكن شويه نزودها انها تبقى بين الكلاسيك والروبينا اللي بعديه، لانه الشفه بدك تكبرها شوي من تحت اكثر. بالضبط كده. تمام. في كثير بيطلبوا بس يصير في امتلاء للدواير دكتور اكثر من الشفه بحد ذاتها. دواير يعني على الكونتور تبع الكونتور طبعا. ما هو بصي، لو احنا لقينا الشفايف نفسها ممتلئه كويس واحنا عاوزين نعمل بس كونتورنج، سوري ان انا بعمل لك بس بضغط لك، بس ده مهم جدا. عم تنوجع شوي. بتريد تشوز بعد زياده دكتور؟ لا اوكي فاين. اوكي فاين. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نقرر هل هو احنا عاوزين نرسم بس الشفايف والشفايف نفسها ممتلئه كويس، ولا احنا محتاجين نعمل كمان فوليمايزنج ونزود. هي عندها صراحه الرسمه محتاجه اكتر من الفوليوم، وده نتيجه ان هي سنها لسه صغير. الناس بالنسبه لنا مع الوقت بيختلفوا شويه. اوكي ان احنا بدك اضغط لك عليها يا دكتور تشتغل بالتالي. شو بدك ساعدك؟ انا هديها هنا بس تحط هي بايديها. اوكي هنحط هنا بصي بس تضغطي عليها بايدك. يا ريت بالايد الثانيه كده استاذنك. اوكي شكرا جزيلا. اوكي هيك بتكون عندك الفرصه تشتغل بالشفه اللي تحتها. تمام. دكتور، فكره المشاكل اللي بتصير من خلال حقن الشفاه كيفيه التخلص منها باي طريقه؟ المواد الغير محبذ انها تكون بعد موجوده، كيف بيتخلصوا منها؟ طيب هو طبعا للاسف في سيليكون، خليكي ضغطه، ما تحطيش، خليكي ضغطه بس. في سيليكون بفتره طبعا السيليكون، وفي حاجه اسمها باي اكريلاميد، كلها مواد دائمه ودي مضره مع الوقت، ومفيش حاجه ابحاث علميه اثبتت هي بالنسبه لها هل هي امنه على اللونج ران ولا لا. بتعمل حاجه اسمها التهاب مزمن، وبتعمل مشاكل اكبر. طيب كيف تخرج؟ كيف فينا نظهرها؟ للاسف جراحيا. وتلاقي الدكاتره كتير للاسف بيبقى فيها مشاكل. ليه؟ ان انت غالبا لما بنعمل حقن للماده بتكون في مناطق في الوجه وفي اعصاب، فاحنا طبعا بيبقى دايما مهتمين ان احنا لما نيجي نحقن حاجه زي كده نكون في منطقه حساسه، يبقى لازم الماده يبقى سهل التخلص منها لو احنا حبينا. اوكي هلا بدك هنبتدي بالظبط الشفايف التحتانيه. مثل ما قلنا الشفايف التحتانيه رح ياخذوا كميه اكتر شويه. بالظبط. ولازم نقول انه اللي بتشوفه مش هذه هي النتيجه بعد وقت لتاخذ النتيجه النهائيه. صح دكتور؟ قد ايه بدها وقت بصي، هو احنا طبعا الفيلر بياخد شويه وقت، بحوالي اسبوع اسبوعين. بنشرب ميه كتير، ساعات بيزيد كمان شويه الحجم بالنسبه لنا وبياخد كونتور اكتر. احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بندي الشكل البريميتيف، وده بيدينا مثلا حوالي 60-70% من الشكل النهائي. لكن بيحتاج برضو بالنسبه لنا شويه وقت اكتر من كده. نسبه احنا عملنا اسبوع اسبوعين زي احنا قلنا كده. احنا عملنا الناحيه الثانيه. واكيد اي رتوش بتعوزه الست بعد اسبوعين. بعد اسبوعين ممكن ترجع ممكن من اسبوع لاسبوعين يعني. وممكن ميله تطلع اكتر شوي، بترجع بتعدلها بالتظبيط. بالظبط. هو احنا الفكره بالنسبه لنا ان احنا الحجم زي ما احنا قلنا، احنا اقل حاجه ممكن تتحقن بنحقنها اللي تبقى بالنسبه لها يبقى الشكل مناسب نسبيا. اوكي. وبعدين ممكن نزود تدريجيا بعد اسبوع بحيث توصل لاكتر شكل، حتى برضو هي تديها فرصه تشوف وتاخد على نفسها مع المرايه. اوكي. هيدا الخط اللي كنت عم اقول لك عنه الخاص بانجلينا جولي، وكانه الرسم هلا عم شوفه عندي. صح؟ صح. هي هيك انت عم سابق. ايوه اللي هو تحت. هي انجلينا يا دي ما بقى تتهدم بطولات عالميه. اكيد احلى. بصي، هو الفكره بالنسبه لنا ان احنا عايزين نوصل بالشكل الكلاسيكي، بس في نفس الوقت لازم نحط اعتبار للابعاد اللي هي عندها ومقاييس الجمال في شفايفها هي نفسها. أوكي. انا شايف انها هتتبسط بيهم جدا، وغالبا مش هتطلب اكتر من كده. انا عبالي اشوف، حست هيك اشوف من هون. اوكي
كثير طالع، بس كانه العاليه بعدها الفوق بعدها مليانه اكثر دكتور. مليانه بصي احنا حبه حبه انا بستنى عليها شويه، خلينا نقول ان اللي فوق بقى لها شويه دلوقتي محقونه، وده بيديها فرصه انها بتورم سنه. اوكي. فاحنا حاسبينها دلوقتي بالسنتي، يعني احنا حقنين قد ايه. أوكي. فاحنا حقنين تحت اكتر. لكن دلوقتي عشان هي بقى لها تايمنج اطول شويه فعطت نفخت اكثر شويه نفخ. عشان كده احنا برضو بنقول احنا ما نقدرش نحدد بالظبط دلوقتي، احنا دلوقتي بنعتمد على الكميه ان احنا حقناها صح وبشكل مناسب. أوكي. وحاسبينها كويس قوي يمين وشمال زي ما قلنا وفوق وتحت والفرق بينهم. لكن في نفس الوقت ما اقدرش بعد مرور وقت من شويه، بالعكس لو انت يعني خدت بالشكل دلوقتي ممكن تحقن زياده غلط. طيب دكتور رامي، المواد المستخدمه ممكن ما تناسب نوع ناس معين، ما بتناسب جلد. بصي هو الهيالورونيك اسيد، الماده اللي احنا بنتكلم عليها دي ماده طبيعيه تماما، وهي اللي داخله في تكوين انسجتنا بشكل طبيعي. اوكي. فما فيش اي قلق منها. الفكره بالنسبه لنا لو اي مواد تانية، هو طبعا في غير الهيالورونيك اسيد مواد تانية ممكن تبقى بالنسبه لها برضو مؤقته. هنا بنقول لازم نعمل تيست للماده نفسها قبل ما تتحقن عشان ما تسببلهاش هي مشكله. عشان كده بنرجح اكتر. انا نفسي بس اديها بس كده حاجه كده صغيره على النص. ايه انا شفتها كمان. يعني معلش حاجه بسيطه. اوكي. نحن عندنا مثل بيقول الغوى بده قوى. هو ذاته عندكم؟ هو لا، هو الثاني عندنا في واحد شبه بس تقلش قوي يعني، بس لا هو بدك تكوني قويه لحتى تكوني جميله، مع انه كثير حلوه اسم الله دينا. ما كثير بحاجه لرتوشات. يعني هو طبعا دلوقتي الشفايف بالنسبه لها، بس نرجع ونقول يا جماعه دايما الفيلر احنا دلوقتي الماده المؤقته بتاخد لها دلوقتي، يعني احنا بنحقنه دلوقتي بياخد له سنه سنه ونص. فاحنا عاوزين نضغط بعد اذنك هنا شويه كده، بس كده بصباعك. ايوه ذاتس اوكي. الميل الثاني بعد بدها ولا خلاص؟ لا انا كنت حاسس ان الناحيه اليمين شويه. هي قبل ما ندخل على الاستوديو كانت بتتكلم معايا بتقول لي ان انا عندي في ناحيه مختلفه عن الناحيه شويه. اوكي. وانت وهي حتى وهي حتى كمان بتقول لي انا كنت كتير قوي بالميك اب بحاول اداريها. فاحنا دلوقتي معتمدين على النقطه دي ان احنا يعني نحسن الكلام ده بالكميه يعني. اوكي. عايزين نحط دي كمان على يلا خليكي دينا بهيدا الوقت تحط الثلج، ورح اروح عند مروان وشوف ردود فعل كبير. شفايف، شو الوضع مروان؟ الشفايف موضوع قوي قوي. عامله شغل الشفايف. عامله شغل قوي الشفايف. خليني اقول ان انا حطيت السؤال على الصفحه: هل فكرت يوما بتكبير شفايفك؟ واذا خيروكي ايه الحاجه اللي حابه تغيريها في وشك؟ وفي مثلا ردود، مثلا سمر بتقول حاجه غريبه بصراحه، انا عاجبني شكلي كده. وفي صفاء بتقول صديقتي نفخت شفايفها وبقت احلى بكتير، وانا كمان بفكر بس متردده. ما تردديش خلاص، احنا عملناها على الهوا، الموضوع سهل جدا. وفي ادم بيقول دي خلقه ربنا ومش المفروض نعمل كده الا لضروره طبيه. وفي حياه بتقول عمري ما فكرت في موضوع الشفايف، بس عندي مشكله في انفي وبفكر اصلحها. خليني في اخر الحلقه برضو قبل ما نرجع لهم افكركم تاني بكل اللينكس بتاعتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. صفحتنا يا جماعه على الفيسبوك كلام في سرك، اللي انتوا اكيد دلوقتي حفظتوها واللي انا بستعرض اغلب اجاباتكم من عليها. كمان الاكونت بتاعنا على تويتر اللي هو @كلام في سرك، ده الاوفيشال اكونت بتاعنا، وتقدروا تعملوا لنا فولو عليه. وكمان الهاشتاج بتاعنا هاشتاج كلام في سرك بالعربي. واحب افكركم دايما بالانستجرام بروفايل بتاعنا اللي هو كلام في سرك، ده الاوفيشال اكونت بتاعنا اللي عليه كل الصور بتاعتنا، تقدروا تخشوا تعملوا لنا عليه فولو. ومستني اللايكات والكومنتات بتاعتكم. واحب افكركم ان بعد ما الحلقه تخلص مباشره هتنزل على اليوتيوب على الحياه تي في نتورك عشان تقدروا تشوفوها وتوروها لاصحابكم اللي فاتتهم من الحلقه. نرجع تاني نشوف موضوع الشفايف عندكم. شكرا لك مروان. نحن في اضافات انت عم تحكي كمان مزبوط دكتور رامي. زدت شوي لهالميل الكاميرا اخذتك، ودينا بهالطريقه بنكون خلصنا معها من فكره تكبير الشفايف. نصيحه كمان يا جماعه دايما اي حد هيحقن حاجه زي ما انت اتفضلتي وقلتيها في بدايه الحلقه لازم يعرف كويس هي كانت عباره عن ايه وياخد بيها حاجه. ليه؟ انت هتطلع من دكتور هي فتره معينه وهتروح بعد كده، لازم يبقى عارف الدكتور التاني انت حقنت ايه في المره الاولانيه. نعم. عشان المواد ما تتفاعلش حتى ايفن مع بعض. صح. فما ينفعش، فلازم تبقى حاجه واحده وتبقى امنه وتبقى عارف انها حاجه مرخصه. اوكي. دينا بشي لايدك شوي، خلينا نشوف. هيدول هن الشفاف، هيدي النتيجه. اكيد بعد اسبوعين بيكون صار احلى وبيكون اخذ كله على بعضه. بدي اتشكر كثير حضورك معنا دكتور رامي العناني. دينا مبروكين. ميرسي. شكرا لك. ومشاهدينا بنشكر متابعتكم لنا بحلقه اليوم. بكره اذا الله راد بنلتقى فيكم بحلقه جديده. كونوا على الموعد والى اللقاء.